السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة تركيا الخبر. مع علي أبو الأمير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بالإضافة إلى لايك من شان ينتشر الفيديو على أكبر عدد ممكن من الأخوة السوريين. راح نتعلم نحن وياكم اليوم طريقة استخراج سند الإقامة من إي دولات. طبعا أكيد في ناس تعرف الطريقة، ولكن مشان الكل يستفيد مع بعض نبدأ. اول شي ندخل على متصفح جوجل كروم، نكتب هون بالبحث اي دولات. اي دولات، اي دولات كبسة. رقم تيجي هون شفرة الاي دولات، رقم تيجي لكم لك نكتبه هلا. هون نكتب شفرة اي دولات. تسجيل الدخول او جريشياب. هاي الصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة الإلكترونية اي دولات. بالنسبة لموضوع سند الإقامة، مشان نبحث عن سند الإقامة نكتب هون بالبحث، راح نكتب إقامات بالإنجليزي أو بالتركي. هلا كتبنا هاي إقامات. راح نختار أول وحدة. بعد ما اخترنا أول وحدة بنحدد هي، نعطي دوام إت. هون كاتبيلك لمين راح طالع انت سند الإقامة، كاندنسي لإلك شخصيا ولا لزوجتك لأولادك، للطفل أو زوجتك. مثلا لإلي نختار هي دوام إت. هي هون المعلومات الشخصية، المعلومات الشخصية طبعا معلومات شخصية هون طلعت. هلا هون راح نختار انه هون هلا انه لمين هذا السند الإقامة، مين طالب سند الإقامة، لمؤسسة لحدا شخص انه طلبه. مشان شو سند الإقامة بتحدد انت، مثلا مؤسسة طالبته، بتكتب هون اسم المؤسسة اللي طالبته، اسم المؤسسة. ولنفرض هلا مثلا بالأمنيات إدارة الهجرة، نكتب كود أدرسي. مثلا بالبنك زراعات بنكسي، بالبنك زراعات بنكسي، الكون بنك الزراعات بيعطي للسوريين زراعات بنكسي. هذا هو سند الإقامة. هاي الشفرة وهذا سند الإقامة. طريقة ما في أسهل منه. أحسن واحد ما بتعذب، مثلا بروح المختار أحيانا على بعطيه وما بيعطيه من الحكيات، خلص مباشرة من الإي دولات. هون في شغلة ما بتطبعه فورا، انت مثلا بتنزله على الجهاز سواء على اللابتوب او على الموبايل، وبعدها بتروح على اقرب مكتبة وهنيك تطبعه مشان تحفظه عندك بالتليفون او بالجهاز. لانه اذا مباشر اعطيته طباعة من اللابتوب او التليفون ممكن ما يعني يصير معك. فالافضل انه بتنزله اول شي، تعطيه تحميل على صيغة PDF، وبعدها بتطلعه طباعة. شكرا لكم أخوتي وأصدقائي متابعي قناة تركيا الخبر. لا تنسونا من الدعاء والاشتراك بالقناة بالإضافة إلى لايك. تقبلوا تحياتي، أخوكم علي خالد أبو الأمير.